السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي الكريمة في سلسلة استافدوا من تجربتي. اليوم بغيتي تعاودي لنا يعني القصة ديالك أو التجربة ديالك أو كما كنقولوا الموقف ديالك. تفضلي أختي، أنا معك أذان صاغية وخذي راحتك أختي ليلى. صحتي بارك الله فيك. أنا الاسم ديالي ليلى، اسم مستعار. موظفة مزوجة، عندي 2 وليدات وبنت. كنتعاون انا والزوج ديالي على المصاريف يوميه وعلى متطلبات الحياه وناس عصاميين بنينا روسنا بروسنا يعني الحمد لله. الحمد لله. الموقف اللي وقع لي مع الوالده انها طلبت مني نسلف الاخ ديالي 1,000,000، هذا الاخ فات لي معاه مواقف اللي بقات زعجاني. وما الموقف الاول هو شحال هذا يعني باقي قبل ما يتزوج كنت سلفتو 20,000 ريال، ما بقاش جبت لي الموضوع ديالها. قلت لها واحد النهار خذيها من عنده، هي يعني تاخذها من عنده تقضي بها هي تشدها. هو ماشي موظف، هو كيخدم في واحد الشركه تقريبا 46,000 ريال اللي كيشد الشهر. من بعد تزوج كانوا جاو عندي هو والمرا ديال مرتو، جاو عندي باركوا ليا فاش ولدت انا بنتي. واحد داز تقريبا عام، عرضوا عليا، عطيت عليا الوالده باش نحضر العرس ديال اختي هذيك هي الصغيره تزوجت. قلت انا غنبارك لهم بجوج، شريت لهم بجوج كادوات ديالهم، وتكلمت مع مرتو في الواتساب قلت ليها غادي ندوزو عندكم نتوما الوالا نباركوا لكم، يعني نحطوا لكم الكادو ديالكم وندوزو عاد نكملوا الطريق انا عند الوالده. قالت لي مرتو صافي بلاش، راه غادي نتلاقاو تما، راني موعته من رجلي. انا نصحابها واش توعيتها ديال رجلها في الكعبه، قلت لصحابها واش ما كتوقفش إيه صافي شويه زعما ما تفرطتش ليا مزيان، لان انا بغيت نمشي نشوف الدار ديال خويا، وتزوجت تقريبا عام ونص وما مشيناش عنده، كنت حملت بالبنت صافي مشينا تلاقينا عند الوالده. فاش كنمد ليها الكادو ديالها كان حداها خويا ويقول لي راكم فاش كنتو كتسولوا فيا في الطريق كنتو قرابين للدار، كنت وصلت للدار ديك الساعه. هو ما فراسوش الخبر بانني راني ناويه نجي عنده هو الاول، ما قالتهاش لي واقيلا مرتو ما قالتهاش لي. صافي بقى هي الحاله، انا علاش ما يقولوش لي اجي عندنا ولا وانتي وانتي جايبه الكادو ديالك، يعني راه بغيتي غير ديري الصواب. لا في خبارها مرتو شافت الكادو صورتو ليها، حيت جاوبت مع الكادو ديال الاخت ديالي، قلت لها خديت لكم بجوج. لا كادو انا بغيت ندوز عند خويا لدارو وكنتزوج، ما لاباس نجلسوا واحد المعير ونمشيو نكملوا الطريق ياك. كانت موعته راه حنا نيت ندوزو عندها نشوفوها ونعاونوها، كانت صحيحه داكشي اللي بغينا. المهم ما عجبنيش الحال، كملنا العرس صافي. دازت الايام قالت لي الوالده راه خوك بغا يتسلف، سلفيه 1,000,000. في الاول قلت لها لا بلاش، ما قلت لها زعما ما كاينش كي غادي يرجع ليا بلا ما تحرجيني. وحسيت بها بحال تقلقت، وانا نعاود تواصلت معها في الواتساب قلت لها واخا كيفاش غادي يرجع ليا الامانه ديالي وانت غادي تعطيها ليا. قالت لي تعرفيها عندي انا قلت لها لا ما كافيش. قالت لي نصوروا لك شيك في الواتساب بان وفيه 1,000,000 وفيه ديال الزوج ديال راجل الوالده ماشي ديال خويا ما عندوش الشيك، محاش عنده الشيك لان ديك الشركه ما محالش ياك، هي محاش يكون عنده الشيك. قالت لي نصور ديال راجل الوالده، قلت لها لا راه ما كافيش هادشي راه. قالت لي المهم بقات كتحاول تقنعني. قلت لها بلاتي تيجي زوجي انايا خارج ديك الساعه في الليل قالت يجي ونشوفوا شي صيغه كيفاش نديروا ليها. فاش رجع بقيت انا والزوج ديالي كنتفكروا اش دوز علينا خويا، زعما داك الشيء اللي دوز ان مشينا حتى لعندو ما عرضش علينا لدارو. دخلنا للدار ماشي بسبب مرتو اللي ما بغاتنيش نجي عندها.
هي اللي ما بغاتناش نجيو عندها لدارها. انت الزوج ديالك كتسترجعوا المواقف اللي وقعت لكم معاه وصافي. وبديتو كتقولوا واش يستاهل ولا ما يستاهلش، واش كمزيون ولا ما يستاهلوش. وسورتو انه هو اللي فهمت اختي ليلى من الهضره ديالك، هو انه هو بعدا راه ما هضرش لك على هاد المليون، راه دابا امك اللي كتهضر بالصوت ديالو، يعني هو اللي خصو يطلب ويجي ويتصل بك ولا يجي لعندك ولا يصيفط لك ميساج. الله يجازيك بخير اختي، راه وقفت على 1,000,000 صيفطيه ليا. هو بعدا كاع ما خارج راسو من داك الصداع، خلي الام هي اللي كتحمل المسؤوليه، يعني هي اللي تتحاشم معكم في الاخر ملي ما ترجعش الامانه. يعني هي بعدا في غنى انها تحط راسها اصلا في داك الموقف. واش هي خدامه اختي ليلى؟ خدامه الوالده ديالي؟ لا لا ما خداماش، راجلها اللي خدام وتجا التقاعد. وهو دابا يتبارك الله عليه ما شاء الله هذا الاخ ديالك الكريم، لان عرف الام ديالو ما خداماش وقال لها شوفي ليا بمعنى راه بطريقه غير مباشره قال لها سيري عند ليلى شوفي واش عندها، وشوفي عند اختها واش كاين عندها، وشوفي عند فلان واش عندها، يعني تساري لي على العائله. غتسارى على العائله، هي اللي غتدبرها من هاد العائله. اما هو ما يتسارش، هو اللي باغا الغرض ما يتسارش، هو عنده عزه النفس. ما شاء الله. تنكملوا القصه باش تعرفي الراي ديالو من بعد اش قال ليها. اييه تفضل. صافي قلت ليها فواحد الاوديو راه نقدر نسلفك، ولكن غادي يكتب ليا عقد سلف او لا يعطيني شيك يبقى عندي. صافي انا نمسح هذاك الاوديو في هذيك في 2 الليل، ما عرفتش ما عندهاش كونيكسيون ولا طافيه، وصلهاش وانا نكتب ليها واحد الكلام اللي جا هي قاصح ليكم تدخليني دائما في المشاكل. وقيل حيت انا رخيصه عندك، لان الاخت ديالي ما كتقول ليش، اختي انا اكبر مني ب4 مونس، حتى هي موظفه ما كتقول ليش بعض الامور كتقولها لي انا. ياك اللي انا كتدخليني دائما في المشاكل، وقيل حيت رخيصه عندك. وقلت ليها كتبت ليها في الاخر خويا بغيتيني نسلفو ما خسر عليا حتى طاجين ديال الخضره، خلي نسابو العزاز هما اللي يسلفوا، هما اللي معاه دائما. هادشي كتبتيه ليها في الصباح؟ هادشي كتبت غير ميساج ما قلتوش اوديو، حشمت. مشات قالت لي راه خوك الصغير، المهم فاش تكلمنا من بعد قالت لي هذاك الميساج اللي رسلتي راه قرا ليا واحد الدري كيتهجى وتيبقى صفيه، انا ما عرفتش شنو كتبتي فيه، وبقيت تنتفقص وتنبكي. ومسكينه بقات رسلت ليا كلام كثير، اوديوات بزاف كتقول لي تعاود ليا فيهم كيفاش طلقت من عند الوالد، لان الوالد قال ليها راه ماشي بنتك عليا انا واختي، تيقول لي اي حاجه يشك فيها، كان عنده الشك الاب ديالي عنده الشك، مرض عصبي ونفسي والشك. الشك قالت لي واعر، وبا كان واعر، وامي وامو بحال عدوزتها وامها كرفسوها بجوج. كرفسوها فاش كانت مزوجه بابا، فاش طلقت منو كرفستها ما خلاتهاش تشدنا حنايا انا واختي، حيت كانوا خوالي كان صغار ما قدوش يزيدوا مسؤوليه اخرى، وكان الوالد ضعيف لا هو لا مو لا نفس البلاصه، غير كنتحرك وقيلا كنحرك راسي وكنتحرك. بخير الله يجازيك بخير. ليلى اختي ما تحركيش، راه غادي الصوت مزيان، غير واحد شويه بدا كيتبعد باش هكا المستمعين يسمعوا داكشي نفسي الموقف ديالك. المهم عاودت لي هاد المشاكل ديالها، واخا انا ما هضرتش معاها كاع. لا بحال دابا اختي ليلى، بحال دابا داك الميساج اللي درتي ليها رجعها هي المحنه ديالها فيا فاش كنتو نتوما صغار، فاش كنتي انتي صغيره، فاش كان الاب ديالك في طرق على الام ديالك، هي شدت الطريق وهو شد الطريق، وبدات كتقول لك داكشي دوز عليا، واش داكشي دوزت على عكوزتها، وداكشي دوزت عليها امها، وداكشي المهم جمعات كل شيء داك الموضوع شدت عليها الاوجاع. وانت غادي تكوني ندمتي كاع علاش انا ما قاصداش. تفضل. انا قاصده ندمت، انا قاصده غير شي مشاكل بحال هكا ديال
السلاف وديال كانت فاش بغات تزوج نيت خويا كانت تقول لي قلبي لي على المراه هو نيت خوتي كتبغي تزوجهم وما تبارك الله راه أربعة كتبغي تزوجهم كتقول لي قلبي وتتنقلب ما تيبقاش يتزوج بها وصافي تنبقى انا محاجه مع هذيك السيده حلت المشاكل الصغار ما جبتليهاش انا لا الطلاق ديالها لا والو لا فهمت صافي جدت ليها الاوجاع وهي اصلا عندها الطنسيون صافي بقات كترسل ليا في الاوديوات بقى فيك الحال صافي هادشي علاش بغيتيهاش تاثرت وبقى فيا الحال وقلت نعاود هاد القصه هادي الا فهمت حيت هي بقات مريضه من هذاك الماضي ديالها الله يحسن العوال الله يحسن العوال داكشي راه هي كتب عليها الله الطلاق ومشات تدرس راسها مع راجل اخر وولدت تبارك الله 5 كاع كبروا كاع ولكن ما نساتش هاد الامور وبين هاد الخمسه هاد الاخ هذا النيت اللي قال لك 6000 هذا هو الكبير صافي راه قالت لي طلبت منك هاد المليون وما استطعتش ماشي مشكل راه حنا تسلفنا من جهه اخرى علاش كتبتي لي هذيك الهضره قلت لها شنو نقولها قالت لي هضري معايا مباشره ما تكتبيش لي انا ما قارياش اختي ليلى ما تحركيش البورطابل ما تحركيش بخير ما تحركيش لا فهمتك القصه ديالك واضحه دابا هما قضاو الغرض هو دبر على المليون ديالو صافي قضينا هي اللي دبرت ليه من عند شي اخرى بطبيعه الحال دابا اللي نتيا اولا بعدا هاد المساله ديال الناس بعدا بالذكر في هذه القضيه المشكل او هذه الحاله اللي حطيتي كنخص بالذكر الناس اللي كيبقاو يغيبوا حتى كيبغيو حاجتهم عاد كيسولوا وحاجتهم كتكون فوق من اي اعتبار كيبغي حاجتهم وما بعد الطوفان يعني هاد النوع عدد الناس ما اكثرهم في المجتمع عندنا يعني هاد الشيء كاين عاوتاني في المجتمع ديالنا ديك القضيه ديال اعطي لخوك اعطي لختك دير اختك وانا نضمنك وهو هي اصلا ما ضامناش راسها يعني هاد كيحطوا راسهم في ذاك الموقف الله يسمحنا من الوالدين كيوقع المشاكل فين انا ملي كيحنوا نكمل لي تفضلي نعم هي كملي قالت لي راه تسلفنا من جهه اخرى وراني تكلمت مع خوك الاخر نقولوا خويا اللي صغر من هذاك قالت لي راه قال لي اش بغيتي انت في هادشي وعندك طانسيون اللي بغى يتسلف اللي بغى يجلس شكون الا مرضتي وشللتي وجلستي في كروسه واش بغى يجي يدفع بك الكروسه المهم تيدير لي في عقل هذاك خويا الاخر قال لي علاش دخلتي انت بهاد المشاكل وقالت لي صافي راه تسلفنا من جهه اخرى صافي لقيت انا كاع راني مرات وراني صافي هادشي اللي كاين صافي كملت القصه ديالنا لهنا بالنسبه للاخت دابا انا كاع ما سولتش فيها البارح مثلا هادشي البارح انا ما سولتش فيها اليوم باقي ما محرجه لا هو ان شاء الله عادي تسولي فيها وعادي تهضري معاها وعادي ترجعي لها عقلها قول لها ودي انا راه ما كرهتش نعطي ولكن كتعرفي عندي المسؤوليات اللي كنعرف انا انت قلتي لي راه كتصرفي حتى على داركم يعني كتصيفطي لباباك كتصيفطي يعني فيما جا شي واحد في العائله كيعرفوا هي ليلى ليلى هي البنكه يلا سلفت نيت مرصوبه سلفتها نيت مليون شهرين هادي سلفتها ليها وما ضامناش غادي ترجع ما ضامناش غادي ترجع دابا ولكن انا راه كبرت مع با ومع مرتو وما هذه مرتو الاخرى هي اللي بقيت معها تخدمت من 12 سنه تقريبا عليك انا اللي كنتي واحد النهار عاودتي تزوجت راه حتى عندك حتى الكريدي ديال الدار والمصاريف وعندك عندك المصاريف ديال ولدك وكتعاوني مع راجلك ودرتو درجه بدرجه وحتى حاجه ما درتوها سهله وكتكرفسي وكتجي من الخدمه عيانه حتى حاجه ما سهله كلشي تمام وعندك المهم عندك مسؤوليات كبار بزاف والناس ما كيرحموكش يعني انا اللي فهمت واقيلا اللي ما كتسلفيش ليه كياخذ منك موقف وكيتخاصم معاك هادشي اللي فهمت انا والله لا هادشي اللي فهمت دابا وتا مواقف حتى مع ناسي حتى هما دائما ما كاين غير الزوج ديالي تقريبا نص ليهم ونص لينا يا نص لمو ونص لينا تقريبا حتى تيحيد الكريدي مثلا ديال الدار حيت الدار دايرينها بجوج بالكريدي لا حيدنا فلوس الكريدي اللي تتقطع له شي تيبقى تقريبا تيقسموا مع دار وما كتوفروا حتى شي حاجه لدوار الزمان
شي دابا هو ما موفر والو. يلا نيت هو يتسلف من عنده خو 20,000 ريال قبل، قالها لي هو بنهار الوالده عيطت لي في الليل قالت لي مليون. هو قال لي راه ما عنديش منين عندي عام نوكل الدراري، حيت هو اللي تيبقى عنده الفلوس ديال المصاريف. قال لي ما عنديش منين نكمل لي 20. العشيه هي الصول اتصلت بيا قالت لي راه بغيت مليون، وكنضحكوا هذا الشيء مواقف كنضحك. هو ما راجلي ما جامعش، كضحك كثرت الهم كضحك، راجلي ما جامعش ما عندوش ما جامع. وكاع الا جمع راه يحيدوهم ليه على هذا الحساب، راه الا جمع غادي يحيدوهم ليه. راه شي كيدي لشي، يعني شي كتجمعها كيجيب الله شي واحد كيقول لك عطي ليا، كتبقاي تشوفي كتقول بلاتي. وقعت مواقف كثيره، قصص كثيره من الناحيه ديال الزوج ديالي، من ناحيه السلف هاد الفلوس نيت. كلشي هاد الفلوس ماشي السلف، معطى هو معطى ماشي سلف. المعطى كتبقى بالخاطر، يعني الانسان اللي عطا كيكون عاطي بخاطره، هذا يكون عارف الانسان اش كيعطي، يعطي شي حاجه اللي باغيها وقاد عليها، ماشي شي حاجه اكثر من الطاقه اللي يضر بها الانسان راسو ويضر بها دارو والمصاريف. والانسان دائما يخلي دوير الزمان، ما تعرفي غطي واحد يمرض، غطى الواحد توقع ليه شي حاجه يبغي شي فلوس ايمرجنسا. تنقول انا قلت للزوج ديالي قلت لي علاش ما تكونش عندك 20,000 ريال. انا تصدمت فاش قال لي ما عنديش 20,000 ريال، قلت لي علاش ما تكونش عندك. ونفس الشيء الوالده ديالي خاصمت على خويا، قالت لي انت شحال من عام وانت خدام علاش كتصرف فلوس كاملين، الا كليتي 4000 نخبي 100 درهم. حيت هو اللي تيصرف على دارو. هي قالت لي هنا نوفر مليون خاصها تكون عندك، راه شحال سنين وانت خدام. علاش حرجتيني مع العائله مع العائلات كيبقى الانسان فعلا العائله والسلف. اختي الكريمه هذا موضوع جبتي موضوع مهم بزاف، وسورتو حنا المجتمع ديالنا مجتمع يعني دائما في ازمات، دائما الاسر في ازمات، لان الاغلبيه ديال الاسر اللي عايشه حاليا يعني وعلى قد الحال هي السائده في المجتمع ديالنا، يعني ماشي مجتمع غني، هو مجتمع يعني طبقات يعني متوسطه الى فقيره، وبالتالي شي كيعاون شي كيلقم شي كياكل شي كيعطي لشي. غير انسان لا كان عادي يسلف راه كتبقى سلف، يعني كنقول لك اودي انا سلفتك فوقاش تردها ليا من هنا شهر 3 شهور صافي، راه كاين حتى في الدين ديالنا ومكتوبه عندنا في القران الكريم ديالنا بان الدين خصنا نعطيه واحد الاجل مسمى. ولكن الا كنت انا غادي نعطيك تما عطيتك، يعني تنكون كنعطيك في سبيل الله، تتسمى ديك بحال صدقه ولا المهم فيها اجر. ولكن الانسان ثاني اللي كيعطيك بواحد المبلغ اللي يضر به راسو، يعرف راسو عنده وليدات، عنده مسؤوليه، عنده صاير، عنده المدرسه، دخول مدرسي، من دخول مدرسي كتجي تاني تيجي عيد كبير خصو يشري حاولي من هنا لهنايا، ما كتطلقك حاجه كتشدك حاجه. لذلك اختي الكريمه يعني هذا كنتمنى ان شاء الله الامور ديالك تصلح لك مع الام ديالك. اكيد الام ديالك هي يعني هي كما كنقولوا راه قلبها كبير وبغات لكم مصلحه كاملين، ولكن هي كتشوف هذاك الاخ عندكم متضرر وبتنقدوا كما يعني انت وليداتك كلهم عندك بحال حتى هي كنعتقد يكون عندها نفس الشيء، ولكن خصها يعني تاخذ بعين الاعتبار الموقف اللي انت تحطيتي فيه، وبالتالي هي مع يعني هذه الشده والد. وان شاء الله تعتقد ان شاء الله الرحمن الرحيم خلي الايام عادي تنسي، وان شاء الله حاولي انك تشرحي ليها بواحد الوقيت مزيان، يعني كيما صيفطتي ليها كتبه تقدري تعاودي تصيفطي ليها كتبه وتقولي لي اودي انا راه ماشي قصدي نعاود لك الماضي ولا شي حاجه، وانما انا راه ربي اللي عالم بيا هذوك الفلوس كيفاش كنجمعهم، وعندنا كريدي وعندنا هادي وعندنا هادي، وانا ماشي كنقول لك لا عليك هو، وانما على انا اصلا ما مستعداش نعطي واحد الحاجه اللي ما غاديش ترجع ليا، يعني انا عرفت ما غاديش يرجع ليا وانا محتاجه ليهم. واش فهمتي؟ هذاك الشيء علاش قلت لك قالها ليها خويا الصغير، قال ليها راه نحقها راه فلوس هذوك راه نحقها نضمنهم. وان شاء الله رجع ليها قالها دابا ترجع، دابا هي تجي وشوف نقول لك واحد القضيه، شتي حتى لا ما هضراتش معاك وركبات راسها وهذا. لا دوينه قلت ليها ما قديتش نتكلم معاك، راه كتبت لك وشرحت ليها كل جمله قلتها فسرتها ليها
صافي بحال عاد صافي بحال وراه باقي هذيك ارتاحت. الهضره ديالك شتي هضرتك دابا توصل عليها. الا كان هذا هذا جمع راسو ورد الامانه راه مزيان. الا كان ما رجعش الامانه ودوك الناس تحارجت معاهم ولا اللي عطى ليها شي حاجه كتقول لي تعرفها غير فيا انا وقولوا ليها لا رد لينا رزقنا راك تعطلتي علينا تماك غادي تقول هو من حق الاخت ليلى عندها الصح تقول عليك بان عندك الصح تقول كان عندها الصح ملي كانت قالت لي كنتمنى الله يسر لي الامور ديالو. هادشي اللي كنتمناو يوفقوا الله ويوفقوا الجميع. داكشي اللي حتى هو علاش بغا هاد الفلوس كنتمنى الله يوفقو ان شاء الله ونرجع ان شاء الله. هادشي كنتمنى يعني هو يعني يكون هو من دوك الناس اللي كيوقفوا على غرضهم بدون ما يحرجوش الوالدين ديالهم. عنده نمر التليفون ديالك كيهضر معاك انت ديريكتومون بلا ما يحط الام في مواقف صعبه اللي انا على حسب ما فهمت ماماك يعني الام ديالك الله يحفظها لك ويحفظ لك الوالدين ديالك كاملين ان مسكينه عندها الضغط الدموي والطنسيون وهي ما خصوش يعرضها لهذه المواقف نهائيا. يعني هو بغى الفلوس يحاول يضحك يحاول حتى يدق جميع الابواب وتقولوا ليه نتوما كذا كذا عادي يلجئ ليها ويقول لها عافاك وقفي لي بوجهك راه انا ما عطاونيش. يعني يدير هو محاوله ديال راسو هو بعدا يثبت بها بعدا الوجود ديالو هو كيخبي وجهه وكيقدمها هي في المسؤوليه وكتبقى هي تتحارج معاكم شي كيعطيها شي ما كيعطيهاش. وهذا الشيء كلشي علاش الانسان خلق لنا الله لساننا باش نهضروا وكل واحد الشخصيه ديالو. وهذا الشيء راه كيجي من التربيه من الاول كيجي من التربيه ماشي غير دابا لان هذا الشيء راه الانسان كيدي عليه فهمتي كيدي على الانسان. ايوا شكرا لك اختي ليلى على هذه الجوله. كنتمنى ان شاء الله المستمعين كل شيء يكتب لنا الراي ديالو. واش عمركم نتوما يا المستمعين متتبعين واش عمركم تحطيتوا في شي موقف بحال هذا ديال الفلوس؟ كنتمنى تكتبوها لي في التعاليق. واش هذا الشيء اللي دارت الاخت ليلى واش نتوما متفقين عليه ولا لا؟ واش هاد يعني الطريقه اللي انها قالت دير لي عقد ديال انك ترد لي ضمانه واش نتوما متفقين مع انا بيني وبينك متفقه معك. انا من دابا كنقولها لك متفقه معك شخصيا لان وسورتو الا كان الانسان ما كيردش. اما كان عرفت شي واحد كيرد ما نديرش معاه هذه صراحه. شي واحد كيرد كنعطينا نعطيه كنتصرف معاه ما نحتاجش. اسمحي لي نقطعك تفضلي. الاخت ديالي اللي كبر مني فات ليها مسلفاني ومره اخرى انا سلفتها. مسلفاتني فاش كنا بغينا نعطيو السابق انا يعني النوطير ما كناش موجدين فلوس نوطير فاش شرينا سلفتني 2 مليون رجعتها ليها من اسبوع تقريبا رجعتها ليها لان شدينا فلوس الرهن رجعتهم ليها عاد خدينا الكريدي. المهم عطاتني باش نسبق ودازت الايام وعاودت طلبت مني سلفتها لان ربما هذيك الثقه حيت كبرنا بجوج سبحان الله ديك الثقه لا كاين عمياء. لا الثقه كاينه الحمد لله كاين في المجتمع. بعد ما اختي ما طلبتش منها لا عقد لا والو ولكن الاخ ديالي مزوج فعلا وعنده راه بعد صافي ما بعد مرات اختي ليلى كيكون واحد المساله بعد مرات صاحبتك كتقدري تسلفيها اختك ولا خوك ما تقدريش تسلفي. صاحبتك ترد لك وخوك ولا اختك ما تردلكش تقول لك هذيك راه اختي فهمتي. يعني حنايا باقي المجتمع ديالنا ما كنميزوش بين اشنا هي واحد تعطيه وواحد تسلفو سواء خوك ولا اختك ولا باك ولا خالتك ولا جارتك ولا سلفتك راك اسيدي راه سلفتك يعني يكون عندي غنقول لك خذهم يعني ما سلفتك حتى انا حتى عرفت كتردهم لي حيت انا محتاج ليهم. فعلا هادشي كلشي راه كاين في المجتمع ديالنا. كنتمناو الناس يوعاو بزاف وما يكونوش ناس اللي كيستغلوا بعضياتهم. يعني يقدروا بالنعمه ديال الفلوس وبالنعمه ديال انه وجود شخص انه يعتقك بحد ذاته راه نعمه بحد ذاته راه نعمه كبيره. يعني نحاولوا نحافظوا على دوك الناس اللي كيعتقونا برد الامانه ديالهم باش مره اخرى لا احتاجينا ليهم يعطيو لينا ولا مره اخرى هما اللي احتاجوا لينا نعطيو لهم ونكبروا في عينيهم. يعني ان شاء الله في التعاليق ان شاء الله الناس يفيدوك يعطيو نشوفوا حتى التجارب ديالهم ونشوفوا شنو غيقولوا في الموقف ديالك اللي تحطيتي. ولكن الحمد لله ان شاء الله راه العلاقه ديالك مع الام ديالك اكيد ترجع 100% مزيانه لان كنتي وكنتي خايفه
على دارك، حتى انت داك المليون راه كنتي بغيتيه لدارك وليداتك ولا راجلك، خليه لدواير الزمان ومن حقك، لانك انت راك في واحد الموقف صعيب، ومن حقك انك تسيري الحياه ديالك وتسيري دارك، وما باش تنتي تجنبي الازمات، لان حتى الناس اللي كيسلفوا عندك وكانوا حتى هما بحال كيجمعوا ما كانوش يجيو يسلفوا عندك، ولكن كيبقاو ياكلوا كيقولوا بلاتي راه كاينه واحد السيده سميتها ليلى، راه الا احتاجينا تزيرنا راه ندقوا عليها راه تعطي لينا، حتى انت ما تكرهيش تقولي ناكل ناكل ناكل، وملي نتزير راه كاينه فلانه تعطي ليا وهكا، ولكن ما يمكنش والله الا شحال من حاجه كنديروا بالناقص منها، هي باش نقولوا خلي ما مثلا الطبيب شحال مره كيضرني ظهري كنقول بلاتي ما نمشيش ما انا باقا واقفه بيا على رجليا. لا شحال من حاجه تنحرم راسي منها باش تنقول صافي تنقضي واحد الغرض عاد تنقضي هاد الغرض هذا اهم من هذا الشيء هذا. لا صحتك الاولى، وحتى لين الانسان يبقى يقول بلاتي حتى من بعد لا كضرك شي حاجه سيري دوزي عليها غطا ولا بعدو يجي، وفرضيني دابا كون عطيتيهم لي تسلفتيهم دابا يلا وسلفتيهم يلا من بعد غتصدقي انت لا تدويزه لا فلوس لا حتى حاجه مشاولك، لا خصك ما ديريش هكاك، صحتك هي الاولى بعدا كضرك شي حاجه ديري واحد الميزانيه، سيري ديري المراقبه ديالك كونترولي باش هكا حتى لك كانت شي حاجه بسيطه كتبغيها، شي حاجه شي فنيدات شي دواء شي حاجه خفيفه ولا شي ترويض ولا شي علاج بسيط راه كيكون حتى الميزانيه ديالو خفيفه كتقدري تواكبيها، ماشي الواحد كيقول بلاتي من بعد بشويه، راه الانسان راه صحته كتبدل فهمتي كتبدل والخاطر ديالو كيتبدل والماده ديالو حتى هي كتبدل، اليوم راه كاين غدا ما كاينش الله اعلم شنو كاين، يعني راه في هذه الفتره هذه ديال الحجر الصحي راه الناس بزاف دازو في ازمات ماديه خانقه دازو فيها، ولكن ساكت الله يسلمهم لا وهيك اغلبيه الناس ما مديكلارينش ما مستقريش في العمل ديالهم، ما عندهمش تعويضات، كاين اللي كيبيع ويشري في الزنقه صافي تسد ما عندوش كيفاش يفرش صافي كلشي داخل الدار، يعني الناس بزاف راه تضرروا، لان علاش هادشي كلشي حيت الناس ما كيوفروش، اللي جابها النهار كيديها الليل ولا كيقولوا ليها، هادشي علاش الانسان خصو دائما يوفر ميزانيه ديالو لدواير الزمان. ايوا نتمنى ان شاء الله يجيب الله التيسير والجميع وتكون دائما الامور ديالك ميسره الماديه والمعنويه والصحيه ان شاء الله، وشكرا لك اختي. اللهم امين بارك الله فيك ديالك. العفو اختي تبارك الله عليك الله يوفقك يا ربي امين. واي لا عندك شي تجربه اخرى ولا اي حاجه مرحبا، نتمنى ان شاء الله المستمعين يعطوك ما يبخلوش علينا يعني بالاراء ديالهم وكذلك بالانتقادات ديالهم، ويكتبوا لنا تعاليق فعلا اللي هي غادي تفيد الحاله ديالك ولا غادي تاخدي منها واحد النصيحه ان شاء الله اللي تقدر شي وحده في دوك النصائح تجيك هي هذيك ان شاء الله ونستفدوا منها كذلك حتى حنايا. شكرا لكم احبه. شكرا بارك الله فيك اختي الكريمه على الحضور ديالك. شكرا لكم متتبعي واحباء قناه مود ميستو، ما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو التعاليق ديالكم كنتم في سلسله استفدوا من تجربتي في قناه مود ميستو، وتبارك الله عليكم وما تبخلوش علينا بارائكم وانتقاداتكم، وجزاكم الله الف خير.